تخيل انه اكثر من 10,000 شخص بصفروا عليك وبدعموا اللي ضدك وتسكتهم. خصمك فرنسي وبيلعب في فرنسا، يعني حاليا انت اكثر واحد مكروه، بس ثقتك بنفسك وتصريحك يكون انك افضل لاعب بالعالم وما بهمك. نوبو السعودي ضد ماوكزي الفرنسي على لقب اول مرة بصير في التاريخ، بطولة العالم للونز وعلى جائزة 45,000 دولار. الابطال السعوديين من يومهم متألقين في الونز، ومين بينسى خالد وكيف من بطولات الونز وضع السعودية على خارطة العالم في روكيت ليج، ولا حتى روس اللي كسر سلسلة زن واثبت انه الافضل بوقتها. الدور على نوبو اللي اكيد ما قصر. نوبو كتب التاريخ لنفسه ولبلده. الآلاف من المشجعين الفرنسيين ما أثروا عليه ولا حركوا فيه شعره، لأنه عارف في ملايين من خلف الشاشات واقفين معه وبيدعموه، لدرجة في المباراة الثالثة النتيجة بتكون 12-5 وخصمه بنسحب، وفي المباراة الأخيرة بيكون خسران لحد آخر ثواني، بيعدل النتيجة وبعدها على الصفر بيسجل هدف الفوز ليكتب اسمه بحروف من ذهب في صفحات التاريخ كأول بطل عربي في بطولة العالم لروكيت ليج، ويسكت كل الجماهير اللي هتفت ضده، ويرفع العلم السعودي قدام الجميع، ويأكد على استمرار الإنجاز السعودي في المحافل العالمية.